نهاركم سعيد. اليوم راح نحضروا مربى التفاح بدون سكر باستخدام السكرين فقط او استيبيا كما حبيتوا نتوما. مربى صحي للاطفال ولا للناس اللي متبعه حميه غذائيه ولا ايضا لمرضى السكري، لانه ما راحش ياثر على مستوى السكر في الدم او على الوزن، وحتى الناس اللي يحبوا ايضا يحافظوا على صحتهم. فهذا احسن مربى انا جربته، سهل التحضير ولذيذ جدا. تقدروا ترافقوه مع خبز التوست او الجبن الطازج، ايضا يجي رائع. ومن قشور التفاح راح نحضروا لا بيكتينا اللي تقدروا تستعملوها في جميع انواع المربى الخالي من السكر، هكذا باش تمدلوا الكثافه اللي راح يمدها له السكر. اذا انا استعملت هنايا كيلو تفاح، غسلته مليح ونشفته وراح دوكا نقشرو. يمكن لكم تستعملوا اي تفاح حبيتوه، الاصفر ولا الاخضر، على الرغم من الاخضر هو اللي راح يجي اكثر كثافه لانه فيه كميه كبيره من لا بيكتينا. وقبل ما نكمل نقشر كامل حبات التفاح اللي عندي، راح نخلي حبة واحدة فقط بالقشور، لأن القشور هي اللي فيها مادة لابيكتينا أكتر، وهكذا المربى يجي خاطر وما يجيش خفيف. والآن نجي نحي البذور والجزء اللي يكون في الوسط، ولكن ما راحش نرميهم، راح نستعملهم فيما بعد. وحبة التفاح كما قلت لكم راح نخليها بالقشور وننزع لها فقط البذور. والآن راح نضيف على التفاح عصير نصف حبة ليمون اللي راح يساعد التفاح باش يخرج مادة لابيكتينا أكتر، و15 جرام سكرين أو ستيبيا اللي متوفرة عندكم. كل جرام من السكرين يعادل ملعقة صغيرة سكر عادي. نخلط الكل جيدا ونحطهم على نار تكون قليلة، نغطي عليهم، وكل 5 دقائق نجي نشوف المربى تاعي. بعد مرور 5 دقائق التفاح بدا يدخلو الطياب، راح نضيف عليه عود تاع القرفه غير باش يجي منسم. الا ما حبيتوش ذوق القرفه يمكن لكم تستغناو عليها ما تضيفوهاش. نعاود نغطي عليه ونخليه يزيد يكمل طيابه. والآن جازت 10 دقائق وهو يطيب على نار هادية. راح نحل عليه ونهرسه بالملعقة هكذا باش ما يشدنيش في الطياب، لأنه ما راحش نستعمل الخلاط الكهربائي، غير بالملعقة. وفي الماء نتاعو والليمون شوفوا كيفاش ولا اون بيغي، غير خليو فقط النار ناقصة وراح يطيب لكم مليح. وبعد ما قرب يطيب راح نجي نحي عود القرفة وقشور البرتقال، ما يمكنش نخليهم هكذا باش يجي المربى صافي. وبعد ما جازت 20 دقيقة وهو على النار، دوكا راهو طايب عندي المربى. كيفاش راح نختبره؟ راح ناخد ملعقة فيها المربى نحطها في صحن وندير خط. إلا ما تلاقاش الطرف الأول مع الثاني يعني أنه المربى راهو واجد، وإلا تلاقاو طرفين يعني أنه مازال راح خاصو يزيد يطيب. هكذا يعني أنا راهو واجد عندي. نطفي عليه النار وهو سخون، نروح نديرو في البلارات الزجاجية. هادو البلارات راني عقمتهم في الماء وخليتهم يقطروا على شبكه هكذا باش المربى تاعنا يبقى مده طويله. وكما قلت لكم دائما المربى كي يكون سخون نعمروا البلاره ونغلقها مليح مليح ونقلبها على فمها. وحاجه واحده اخرى كذلك، من نجو نعمروا البلاره ما نعمروهاش كامل، نخلو حوالي 1 ولا 2 سنتيمتر هكذا. من نقلبوا البلاره يقعد هذاك الفراغ، ومع السخانه راح يتعقم منا المربى. ونزيد نكمل نعمر كامل المربى في البلارات ونخليهم حتى يبردوا مليح. نقدر ندخلهم للثلاجة، ولكن يبقوا مقلوبين على فمهم مدة 24 ساعة، ما نحلش عليهم حتى لليوم التالي. والآن جا دور القشور باش نحضروا لابيكتينا. شولا لابيكتينا اللي ما يعرفهاش هي مادة طبيعية موجودة في الخلايا النباتية مثل الفواكه كالتفاح والبرتقال، وفي الخضار مثل الجزر. وراح نضيف على القشور كاس ماء وعصير نصف حبة ليمون.
نخلطهم مليح ونوضعهم على نار قليله بزاف، الدرجه الاخيره تاع النار اللي تكون عندك. غطي عليهم ونخليوهم حوالي ساعتين حتى يطيبوا القشور مليح. وبعد ما طابوا القشور راح نصفيهم هكذا باش نتخلصوا ايضا من البذور. ونسيت ما قلت لكمش حتى الجزء هذاك اللي يكون في وسط التفاحه استعملته لانه فيه كميه كبيره من لا بيكتينا. وبعد ما صفيت القشور هذه هي لا بيكتينا اللي تحصلت عليها. هذه المادة الطبيعية نقدروا نستعملوها في تحضير عصير الفواكه، أيضا المربى الخالي من السكر لتحسين القوام والكثافة. هنا راهي بردت، راح نروح نسخنها ومن بعد باش نعمرها في البلارة كما درنا مع المربى. من سخنت راح نعمرها ونبلعها مليح ونخليها مقلوبة على فمها مدة 24 ساعة عاد باش نقدر نفتحها هكذا باش تشد لنا مدة زمنية طويلة. وبعد ما جازت 24 ساعة راح نقدر نقلبهم ونفتحهم. انا من بردوا شويه كنت دخلتهم للثلاجه وخليتهم ليله كامله وهما مقلوبين باش الصباح نقدر ناكل المربى بارد. ومن نكون نفتح فيهم باش نتاكد باللي تعقموا مليح راح يديروا هذا الصوت هذا اللي خاصنا نسمعوه باش نعرفوا باللي البلارات كانوا مبلعين مليح ويقعدوا معقمين. وهذه هي كمية المربى ولا بيكتينا اللي تحصلت عليها من كيلو تفاح، يعني ما رمينا والو، استفدنا من كامل التفاح. وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله نحط لكم وصفات كيفاش تستعملوا لا بيكتينا. وهذا المربى صدقوني يجي لذيذ جدا ونسبة الحلوان تاعو معتدلة ومناسب لجميع الأشخاص المرضى والأصحاء وحتى الأطفال. جربوه بهذه الطريقة ما راحش كامل تشبعوا منه. يجي هذا المربى رائع لفطور الصباح بخبز التوست او بالجبن الطبيعي، يجي لذيذ جدا. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني باشتراك لاني في اول الطريق وتخليوا لي اعجاب او تعليق. وطريقة الاحتفاظ به كاين 2، يمكن لكم تحتفظوا به في الثلاجة، البلارة تكون مغلقة راح يقعد لكم من 6 شهور حتى العام. وإلا حبيتوا تحتفظوا به في المجمد راح يقعد لكم من 3 شهور حتى 6 شهور في المجمد. وإلا فتحتوا بلارة خاصكم تستهلكوها لأنه ما راحش تقدروا تحتفظوا بها لمدة زمنية طويلة. ونقول لكم إلى اللقاء ونتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله.